ورجعنا لكم تاني مع فيديو جديد من فيديوهات السريعة بتاعت الشيف علي. دي الفراخ بتاعتنا، جبنا صدرين، بس انا طبعا عملت 3 صدور. اقول لكم ليه، عشان انا لقيت ان الطاسة يعني عندي مش كبيرة، رحت واخد صدر تالت. طبعا صدور زي ما انتم شايفين خدناها، انا مكنتش عارف يعني اقطع من أي حتة بالظبط. طبعا قسمنا كل صدر 2 زي ما انتم شايفين، وبعد كده نتبل الفراخ بتاعتنا. ادي فلفل وبابريكا وملح، وندعكم كويس قوي في الفراخ بتاعتنا، وقفلناهم وحطيناهم على جنب لحد ما نحضر التحضيرة بتاعتنا. انا كان عندي فلفل، ممكن طبعا ما نستخدمش فلفل نستخدم جبنة بس، نستخدم اي حاجة عندنا موجودة. انا خدت حتة من النص يعني حوالي ربع، طبعا برضو مش هستخدمه كله. وخدت سلايدز من عندي، كان عندي نص طماطماية، خدت سلايدز زي ما انتم شايفين. طبعا لازم تراجعوا الدروس كويس قوي، ولازم تخلوا بالكم واحنا بنشرح وتسمعوا وتبصوا. وياريت كل واحد يقول لي انتوا منين، واللي عايز يذكر اسمه نذكره في الفيديو الجاي ان شاء الله، ونرحب بيه كلنا. احنا عندنا دلوقتي جبنة، كان عندي جبنة شيدر طلعتها. ممكن تستخدمي اي جبنة عندك موجودة، بس انا بحب الجبنة شيدر. وجبت دي جبنة فريمانك، سوري معلش نسيت، مخدتش بالي. طبعا الصدر ده ما كانش عاجبني خالص، رحت طبعا لان انا لما جيت اقطعه قطعته على فوق، فطبعا ما عجبنيش، رحت شايله خالص ورحت مقطعه تاني. وبعد كده رحت متبل، حطيت الفراخ، حطيت الحاجة بتاعتي زي ما انتم شايفين، واحطه على جنب. واجيب الصدر التاني واحط برضو الحاجة بتاعتي، شيدر مع طماطم مع فلفل، وقفلته زي ما انتم شايفين، وشلت الباقي كله على جنب. هقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي، خليكم مركزين. خدنا قطعنا الصدور بتاعتنا من فوق كده، خدناها شرايح وحطينا عليها التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين، بابريكا، فلفل، ملح، زيت. وبعد كده هنقعد ندعكها زي ما انتم شايفين. طبعا هنحط عليها زيت تاني، عشان حبة الزيت اللي انا حطيتهم دول مش عارف ايه البخر اللي عندي ده، معرفش، معلش سوري يا جدعان. وجبنا التانية كمان وقطعناها، وهنتبلها زي ما احنا تبلناها، بابريكا وفلفل وملح وزيت. وندعك يا ريس، ولازم تدعكوا عشان كل حاجة تدخل جوه. وادي الصينية بتاعتنا حطينا فيها حبة زيت ودعكناها. وبعد كده هنحط الصدور بتاعتنا جواها زي ما انتم شايفين. وانا طبعا لما لقيت الصينية لسه فيها حتة، رحت جايب صدر تالت وعملته، ما اكدبش عليكم. وادي حطيت عليهم هنا حتة جبنة، هنا وهنا وهنا، يعني الحاجات الباقية هعمل ايه طيب، تسيح وتغرق بتاع. وخدناهم حطيناهم فين في الفرن لمدة نص ساعة. وهرسنا جبنة بطاطس وسلقناها، وادينا بنهرسها زي ما انتم شايفين. وبعد ما نهرسها طبعا هنحط عليها التوابل بتاعتنا، ما تنسوش التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطها. هنحط عليها ملح وفلفل زي ما انتم شايفين، ادي ملح وكمون وفلفل وملح وفلفل وكمون وملح. وحطيت عليهم كمان حبة زيت، بس الزيت انا حطيته في الاخر. حطيت الاول عليهم حبة لبن او حليب حسب المكان اللي انتم شايفينه. ادي الملح اللي انا حطيته، وادي الحليب اللي انا حطيته فيه. يا حلاوتك والله العظيم زي العسل، يا لهوي، جامدة 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 جامدة. ونهرس ونقلب ونهرس ونقلب. طبعا الحاجات اللي احنا سيبناها في الاول خالص، اللي هي الفلفل والطماطم والحاجات دي كلها، البواقي دي كلها عشان مش هتترمي طبعا، قطعتها حتت صغيرة جدا
وبعد كده حطيتها على البطاطس وقلبتها، وبعد كده هنقلها في طبق التقديم بتاعي، واتمنى ان هي تعجبكم مع الطبق التاني الرئيسي بتاع اللي احنا عاملينه. وكده طلعنا بعد نص ساعة. طبعا شايفين 3 صدور، ادي 1 2. يا حلاوتك، والله العظيم زي العسل. يا حلاوتك يا جمالك. وحبة الصوص، يا جماله يا جماله يا جماله. مش عارف اقول لكم ايه. جامدين جامدين جامدين. زي ما انتم شايفين، ادي الصدور وعليها الصوص الجميل بتاعها، ومعاها طبق البطاطس اللي احنا قلنا عليه. وبالهنا والشفا والبن وبتيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش لايك وشير وتقولوا لي اساميكم. باي باي.